السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي قناة لينا. اليوم حضرت معكم تحلية من أروع ما يكون، يعني بكريمة ثقيلة وشابة، يعني ما تشبعيش منها، بخمسة أذواق، يعني بذوق الشوكولا، بذوق الفرامبواز، النوازيت، البيستاش والليمون، يعني وبمقادير مضبوطة. فقط يعني تبعي المقادير وراح تتحصلي على نتيجة ولا أروع. هنايا اعتمدت معكم يعني شوكولاتة الطلاء، وعندي كريمة البيستاش، وعندي لي زاروم اللي هما تاع الفخومبواز، الليمون والبندق، وكذلك البيستاش. هنا استعملت نصف لتر من الحليب، وضفت عليه 4 ملاعق من الفلون، يعني فاني أو موز، يعني اللي عندك متوفر، و3 ملاعق مملوءة من المايزينا. راح نخلط الكل ونوضعهم فوق النار، يعني بعد ما هذاك الخليط يكون يعني سخن مليح، بعدها راح نوضعه كما راكم تشوفوا هنايا في إناء ولا حاجة اللي تكون عندي، ونغطيه بالساشي، يعني لتجنب هذيك القشرة اللي يديرها لي من الفوق. وبعدها نوضعه في الثلاجة ونخليه يبرد تماما. وبعدها هذا الخليط راح نقسمه على 5 قطع، يعني والآن راح ننتقل لتحضير لي فيغين. كما راكم تشوفوا هنا عندي مادلين وعندي لي فرامبواز، تقدري تستعملي جينواز، تقدري يعني تطحني المادلين، يعني الحاجة اللي متوفرة عندك تنجمي تستعمليها. انا هنا استعملت حبات مادلين كانوا عندي، وكان عندي كذلك لي بودواغ، يعني استعملتهم. كما راكم تشوفوا حاولت نوزعهم على كامل لي فيغين اللي عندي. وبعدها راح ننتقل يعني للكريمات اللي راح نستعملهم. بعد تقسيم هذه الكريمة اللي بردت إلى 5 يعني تقسيمات، يعني المقدار الأول راح ندير فيه ملعقة إلى ملعقة ونصف مملوءة من الياغورت، يعني ياغورت عادي اللي متوفر عندك. أنا هنايا كان عندي الياغورت يعني الكبير، وتزيدي عليه فنجان تاع شانتيلي وملعقة من الشوكولا، هذه بالنسبة لذوق الشوكولا. ونديروهم يعني الكل. تقدري تستعملي باتر، انا هنا يعني باش نربح الوقت كنت استعملت يعني البيتخان، باش في هذاك الوقت نكون حضرت شيء اخر. بعدها نفس الشيء بالنسبه لكريمه البيستاش، يعني فقط استبدلت الملعقه تاع الشوكولا بالارون يعني تاع البيستاش. وكذلك بالنسبه يعني لكريمه البندق، وكذلك بالنسبه لكريمه الفramboise وكريمة الليمون، يعني استعملت نكهات الثلاث. كما راكم تشوفوا الخليط يجيك شباب يعني، وتجي كريمة القوام تاعها يعني شباب وعاقد، يعني تقدري تستعمليها في اي تحلية عندك. كما راك تشوفوا راح نخليها تطلع يعني نفس المكونات يعني درتهم، وحضرت يعني هنا 5 كريمات اللي راح نعتمدهم يعني في ملء هادوك لي فيغين. وكما راكم تشوفوا يعني القوام ولا اروح. بعدها راح نشمخ هادوك يعني المادلين ولي فيغين بالحليب فقط، لانه كما راكم تعرفوا راه عندنا الكريمه يعني ماشي حلوين بزاف، لكن عندنا الفايتين بالشوكولا، ويعني عندنا شويه حلاوه، لهذا يعني نتفادوا هذاك السكر اكثر. بعدها هنايا اعتمدت الخطوه الاولى اللي كانت عندي بالشوكولا. للعلم هذه المكونات يعني حضروا لي كل مكون يعني احضر لي 2 ملي فيغين مملوئين يعني وكبار. بعدها هنا حضرت الفويتين بالشوكولا، شوكولاتة الطلاء يعني اللي كنت ذوبتها في حمام مائي وزدت لها الفويتين. واللي ما عندهاش الفويتين تقدر يعني تستعمل ديول تحمصه وديره، يعني يعطيك نفس النتيجة ويجي يعني هذيك القرمشة ويجي شباب. حاولت نوزع الخليط وندير نفس العملية بالنسبة للمكونات الأخرين،
يعني كريمة البندق مع الفويتين، كريمة البيستاش مع البيستاش. يعني للإفادة ماشي الكريمة اللي حضرتها، يعني الفويتين مع اللي نشروها شوكولاتة هذيك الطلاء اللي تكون بالبندق، وعجينة يعني البيستاش يعني كذلك مع الفويتين. حاولت ندير كيما راكم تشوفوا الطبقة الثانية من كريمة الشوكولا، وكذلك بالنسبة لكريمة البندق، كريمة البيستاش، كريمة الفخومبواز وكريمة الليمون. يعني هنا باش تعطيك منظر شباب. وبعدها انا ذوبت الشوكولاته كيما قلت لكم في حمام مائي مع شويه زيت، وحاولت اني نوضع كميه من الخليط فوق كل يعني كأس، ونحاول نمررها كيما راكم تشوفوا. درت نفس الخطوات بالنسبه يعني لكريمه البيستاش وكريمه البندق. الفخومبواز يعني اعتمدت الفخومبواز اللي ينباع في المحلات الحلويات. وبالنسبة للليمون حضرت يعني عندك فنجان تاع ماء، وتزيدي له 4 ملاعق من الفلان وشوية يعني من أروم تاع الليمون، وتوضعيها يعني فوق النار، وتخلي هذاك الخليط يبرد غير شوية يعني، وتحاولي تحطيه فوق يعني الكؤوس، وبعدها تخليه يبرد، وتزيني كما راكي تشوفي زينتهم. وراكم تشوفوا يعني كريمة شابة، القوام تاعها شباب، وبصحتكم، وان شاء الله صحة رمضانكم يدخل علينا وعليكم بالصحة ان شاء الله.